إذاعة إرنا. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا الدولية يأتيكم بثها من باريس على القمر الصناعي تلسات 8 درجات غرب على التردد 12688 على الاستقطاب الرأسي، وبمعدل الترميز 3000. طبتم وطابت أوقاتكم مستمعي الكرام أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 16 من أبريل عام 2025. وكما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث، والتي نخصصها اليوم للحرب السودانية بعد دخولها عامها الثالث دون بوادر تلوح في الأفق لحل الصراع. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. إريتريا تصنف ثاني أسوأ دولة في خدمة المطارات في إفريقيا. انطلاق مؤتمر دولي في لندن لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في السودان. والصومال يتسلم معدات عسكرية مصرية مخصصة لوزارة الداخلية. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. صنفت إريتريا بأنها ثاني أسوأ دولة في خدمة المطارات في إفريقيا، ووفقا لتقرير البلدان لعام 2025 الصادر عن جلوبال فاير باور، احتلت سيراليون المرتبة الأولى كأسوأ مقدمة خدمة في إفريقيا، تليها إريتريا وبنين. وتضمنت المعايير التي اعتمدتها الوكالة خدمات النقل في المطار وأماكن الانتظار والمرافق والسياحة والتجارة، بالإضافة إلى تقادم وتهالك المباني. وبحسب هذه المعايير يحتل مطار أسمر المرتبة الثانية من حيث الأسوأ في إفريقيا، فيما تصدرت جنوب إفريقيا أفضل الدول مطارا في القارة. كما قامت شركة الأبحاث العالمية جلوبال فاير باور بإدراج القدرات العسكرية للدول في التصنيف بالإضافة إلى المطارات، وفي هذا الصدد تحتل إريتريا المرتبة 120 من بين 145 دولة. انعقد في العاصمة البريطانية لندن أمس الثلاثاء مؤتمر دولي لجمع التبرعات العالمية للمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان. وحضر المؤتمر مسؤولون ودبلوماسيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. وتجاهل منظم المؤتمر دعوة طرفي الحرب الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع من الحضور والمشاركة. من جهتها أبدت الخرطوم قبل أسبوع اعتراضها على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة، كما وجهت انتقادات لبعض الدول المدعوة. وشارك في تنظيم المؤتمر الذي استمر يوما واحدا كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وأعلنت الحكومة الألمانية قبل يوم من المؤتمر عن تعهدها بتقديم نحو 140 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودان. وكان قد انعقد العام الماضي مؤتمر مماثل في باريس لجمع $2 مليار لنفس الغرض. هذا وأدى القتال الدائر منذ عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى جعل نحو 25 مليون نسمة، أي حوالي نصف سكان البلاد، في انتظار المساعدات وفقا لتقرير برنامج الغذاء العالمي. كما أدت هذه الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف وتهجير أكثر من 14 مليون شخص، منهم حوالي 3 ملايين مهاجر في الدول المجاورة خاصة مصر وتشاد. أفادت وسائل الإعلام الصومالية مطلع الأسبوع الحالي بأن الحكومة الصومالية تسلمت معدات عسكرية مقدمة من وزارة الداخلية المصرية لنظيرتها الصومالية. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مساعد وزير الداخلية المصري، فإن تسليم المساعدات العسكرية المصرية يأتي في إطار تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده لعبت دورا كبيرا في تطوير وتدريب نحو 100 من الضباط الصوماليين، وقدمت 40 دورة متخصصة لقوات الشرطة الصومالية. تجدر الإشارة إلى أن البلدين وقعا اتفاقية تعاون عسكري في أغسطس العام الماضي أثناء زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة
إبان اندلع الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وأثيوبيا، وقامت مصر بموجب هذه الاتفاقية بإرسال شحنات عسكرية إلى الصومال في نهاية أغسطس، وهو ما اعتبرته أثيوبيا وقتها تدخلا مصريا في زعزعة استقرار المنطقة، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستتدخل متى ما لزم الأمر. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، نقدم لكم فيما يلي وضمن برنامج تعليق على حدث موضوعا بعنوان إلى أين يتجه السودان بعد عامين من الحرب. نتابع. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث، والذي نخصصه اليوم للحرب الدائرة في السودان منذ عامين. نتابع كما تتابعون مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات الوضع المأساوي الذي يمر به السودان الشقيق من دمار واسع النطاق في حرب ضروس لا تبقي ولا تذر أهلكت الزرع والضرع. ففي 15 من أبريل الجاري أكملت هذه الحرب عامها الثاني دون أن يلوح في الأفق حل أو نهاية حاسمة. وجاءت المواجهات العسكرية في 15 من أبريل 2023 كنتيجة لخلافات متصاعدة بين الطرفين حول الاتفاق الإطاري، وهو الاتفاق الذي اقترحته القوى المدنية لإدارة الفترة الانتقالية. وتمثلت نقطة الخلاف في الاتفاق الإطاري في بند الترتيبات العسكرية الذي نص على إصلاح المؤسسة العسكرية ودمج كل المجموعات المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع في الجيش السوداني في فترة لا تتجاوز 5 أعوام وفق رؤية قيادة الجيش السوداني، بينما اشترطت قوات الدعم السريع أن يتم الدمج في 10 سنوات كأقل تقدير، وهو ما أدى إلى رفض مؤسسة الجيش السوداني للاتفاق الإطاري بصورته تلك. وحينها رفع بعض القادة المدنيين شعار لا بديل للاتفاق الإطاري إلا الحرب، وهي خطوة اعتبرها البعض أنها تحريضية وتشجيعية على تصلب المواقف والتصعيد تجاه تأزم الموقف بين الجيش وقوات الدعم السريع. وبغض النظر مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات عمن أطلق الشرارة الأولى لهذه الحرب في ذلك الصباح المشؤوم، إلا أن طرفي الصراع في السودان بادر مصرحا بأنه سيحسم أمرها سريعا. ففي تصريح على قناة الجزيرة قال الفريق محمد حمدان دقل حميتي إن قواته على وشك السيطرة على الوضع والإمساك بمقاليد الأمور، وأنهم يسعون لاعتقال قيادات الجيش البارزين ومن معهم من الحركة الإسلامية الذين سعوا إلى إشعال الحرب، داعيا من أسماهم شرفاء القوات المسلحة إلى الوقوف بجانبهم. في المقابل قال الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع أعلنت انقلابها على الجيش وهاجمت مقراته وقامت بمهاجمة بيت الضيافة مقر إقامته في محاولة للتصفية أو الاعتقال. وتوعد هو الآخر بالقضاء على هذا التمرد في وقت قصير واستعادة السيطرة على الوضع، وهو ما لم يتم حتى الآن حسمه سواء كان من الجيش أو قوات الدعم السريع. ومع بداية الحرب أعلنت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها إلى السودان فولكر بريس أنه لا يمكن لطرفي الصراع حسمه عسكريا، وأن على الطرفين الجلوس إلى طاولة المفاوضات، معتبرا أن انتصار أي طرف بعد معركة طويلة قد يؤدي إلى ضياع السودان، وهو ما بدت مؤشراته تلوح في الأفق بعد تلك التصريحات التي دفعت الحكومة الموالية للجيش اعتبار المبعوث الأممي فولكر بريس شخصا غير مرغوب فيه، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة باستبداله بشخص آخر. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، ما زلتم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان إلى أين يتجه السودان بعد عامين من الحرب. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا. راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. مضى السنتان على هذه الحرب اللعينة التي أحرقت الأخضر واليابس وأذاقت الشعب السوداني أسوأ المرارات.
عامان من الحرب ولا يزال الدم السوداني يراق بشكل مستمر، والنزوح والتهجير والجوع والمرض يفتك بالإنسان السوداني، وما زال الأفق مسدودا للكشف عن أي أمل يوقف هذه الحرب وينهي معاناة المدنيين الأبرياء الذين اكتووا بنارها. تحل الذكرى الثانية لهذه الحرب على السودان، والمشهد أكثر قتامة وسوداوية في ظل تمسك كل طرف بموقفه المتمثل إما في الانتصار المطلق والقضاء على الآخر أو الموت في سبيل ذلك، ولا صوت يعلو فوق صوت الرصاص في استبعاد واضح لخيار السلام أو التفاوض، في وقت بلغ فيه عدد النازحين داخل وخارج السودان أكثر من 14 مليون شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى، وقد أوصلتها بعض التقارير بين 60 إلى 100 ألف قتيل. أضف إلى ذلك جرائم العنف والاغتصابات الفردية والجماعية والاستعباد الجنسي والانتهاكات الإنسانية الأخرى التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وفق تقارير منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وهي بحق جرائم وأعمال تقشعر منها الأبدان، فضلا عن الدمار الذي حل بالبنية التحتية والأعيان المدنية، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الكامل وتعطيل المدارس والجامعات وتدمير المرافق الطبية وغيرها. ولم تفلح النداءات والمناشدات المتكررة من المنظمات الدولية والإقليمية بضرورة حماية طرفي الحرب المدنيين وعدم تعريض سلامتهم للخطر، على الرغم من توقيع الطرفين على إعلان جدة الإنسان في مايو 2023. واليوم وبعد عامين من هذه الحرب ما يزال السودان يواجه على الصعيد الإنساني أكبر أزمة صحية وغذائية، حيث يهدد خطر المجاعة وغلاء الأسعار نحو 25 مليون شخص، كما أن العديد منهم ما زال يواجه خطر الأمراض المعدية والأمراض الفتاكة بسبب نقص الدواء والغذاء، وغالبيتهم من النساء والأطفال، ومعظمهم في إقليم دارفور، وذلك نتيجة الحصار الذي تضربه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وما حولها، لا سيما معسكرات النزوح واللجوء التي تتعرض لاستهداف مستمر. وفي هذا الإطار شهدت ولاية شمال دارفور في الأيام القليلة الماضية هجمات عنيفة ومكثفة قامت بها قوات الدعم السريع على مخيمات النازحين ومناطق بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وعاملي الإغاثة. وذكرت التقارير أن قوات الدعم السريع هاجمت مخيم زمزم للنازحين الواقع جنوب غرب الفاشر، وارتكبت انتهاكات واسعة شملت القتل والنهب والتهجير القسري، كما تعرض مخيم أبو شوك ومناطق في الفاشر لقصف مدفعي مكثف من قبل هذه القوات. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل أكثر من 300 شخص من المدنيين وفق إحصائيات لجنة المقاومة الشعبية بالفاشر الأحد الماضي. وأدانت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى عدة دول في المنطقة وخارجها الهجوم على المدنيين، واعتبرته انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، ما زلتم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان إلى أين يتجه السودان بعد عامين من الحرب؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وبالنظر إلى المشهد العسكري وموازين القوة على ساحات المعارك ومدى تأثير ذلك في إنهاء الحرب وحسمها عسكريا، يبدو أنه عطفا على معطيات المعارك خلال الأشهر الستة الماضية بات واضحا أن كفة التفوق تميل لصالح الجيش السوداني الذي تمكن من كمش تمدد قوات الدعم السريع في ولايات وسط وجنوب وشرق السودان، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم وشمال كردفان. ومع ذلك لا تزال قوات الدعم السريع تحتفظ بمواقع واسعة من إقليم دارفور وكردفان، وهو ما يؤدي إلى استبعاد نهاية الحرب، وأن مؤشرات الحسم لا تزال بعيدة، خصوصا في ظل الدعم النوعي والكم للعتاد العسكري المتطور من قاذفات وطائرات مسيرة التي تحصل عليها قوات الدعم السريع. وهذه المسيرات باتت تهدد بشكل واضح عمق المناطق الآمنة في شمال السودان، وتستهدف المنشآت الحيوية والمرافق الاستراتيجية. ويرى بعض المحللين أن ذلك قد يعيد رسم وتشكيل توازنات القوى ويفرز واقعا جديدا في الحرب
يطيل من أمدها، وربما يفتح بابا جديدا لتدخل إقليمي ودولي، لا سيما في ظل الدعوات المتنامية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل قادة الدول العالمية لحماية المدنيين ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الإنسانية، كما جاء في آخر مناشدة وجهتها منظمة حقوق الإنسان إلى مؤتمر لندن حول الأزمة السودانية الذي عقد يوم أمس الثلاثاء. يأتي كل ذلك مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في ظل غياب أي أفق لحل سوداني بسبب انهيار المؤسسات السياسية والقوى المدنية وارتهانها لخيارات طرفي الصراع أو تعويلها على المبادرات الخارجية من الإقليم أو الدول الغربية، وذلك نتيجة لبعد هذه القوى المدنية كل البعد عن واقع الشعب السوداني ومطالبه، خصوصا تلك القوى التي تصدرت المشهد بعد ثورة ديسمبر العام 2018 التي يرى الثوار أنها لم تقف موقفا واضحا ومشرفا في أحداث فض الاعتصام، ولم تسعى لإنصافهم من مرتكبي تلك الأحداث وهي تتصدر المشهد باسمهم، وأنها عجزت في طرح برامج حقيقية وجادة تتلمس واقع المجتمع السوداني. أضف إلى ذلك انقسام الأحزاب الكبرى في السودان حول نفسها، ونعني هنا بشكل خاص مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات قطبي الأحزاب السياسية في السودان، حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي، اللذين انقسمت قياداتهما بين الوقوف في منطقة الحياد أو مع أحد طرفي الحرب. فالنخب السياسية السودانية تفتقر إلى ابتكار حلول ومبادرات سياسية شاملة لمختلف القضايا أو المظالم التي تعاني منها الأقاليم السودانية، وأن معظم المبادرات التي ظلت تطرح تتركز على آلية تمكين الأطراف المتصارعة على الحكم أو السلطة وضمان استئثارها بها والنيل من خصومها السابقين، دون التفكير أو النظر بعين فاحصة في إرساء قواعد الاستقرار السياسي للبلاد ومعالجة الرواسب السابقة. وإذا لم تكن هنالك مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات دعوة إلى مصالحات وطنية حقيقية بموجب تنازلات تقدمها كل الأطراف في السودان بتقديم مصلحة البلاد على غيرها من المصالح والعمل من أجل مشروع سوداني يسع الجميع ويكفل الحقوق والواجبات بشكل متساوي على أساس المواطنة الحقة، فإن الحرب التي اشتعل أوارها منذ عشرات السنين وأدت إلى فصل جنوب السودان بعد أن حصدت مئات الآلاف ستستمر في هذا البلد بوتيرة مختلفة وفي مناطق متفرقة تمزق رقعة الخارطة السودانية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فهل يحتكم الفرقاء في السودان إلى صوت العقل والحكمة لتجنيب السودان مزيدا من الكوارث والدمار ويعم الأمن والسلام السودان وإنسان السودان، أم يبقى صوت الرصاص هو الصوت الذي لا يعلو عليه صوت ويكون السودان في مهب الريح، خصوصا مع تنامي الحركات المسلحة على أساس مناطقي أو جهوي، الأمر الذي قد ينذر بسرعة انتشار حرب أهلية واسعة النطاق؟ هذا ما ستكشف لنا الأيام مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، والأيام دوما حبلى بالمفاجآت. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إريتريا تصنف ثاني أسوأ دولة في خدمة المطارات في إفريقيا. انطلاق مؤتمر دولي في لندن لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في السودان. والصومال يتسلم معدات عسكرية مصرية مخصصة لوزارة الداخلية. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.